الجميع. شكرا للأصدقاء والصديقات الرفاق ورافقات على الاستضافة الكريمة. هذا في الحق وهذا شرف لي أنا فاش دخلت هنا. شرف لي، شرف أكيد. المقر الجمعية اللي كلشي كيعرف القيمة ديالها، المغربية مدنية، بالتالي الحضور ديالي هنا حقا شرف كبير. شكرا لك، شكرا لكم كاملين على الضيافة. الله يخليكم. و بحال اللي شفتوا واحد التدوينه، اللي بارطاجيت فيها الاعلان اللي صوب سي حسن، درت فيها لقاء مهدى الى بلال الهنا. ربما راكم في اخباركم هي ماشي الواقع اللي هو من الناس اللي كيمكن لي نقول يعني انهم من الناس واحد المناضل الصلب جدا، يزاوج ما بين واحد المعرفة نظرية قوية جدا وما بين النضال على الأرض. وهذه المسائل ربما شوية نادرة، وخلاص راكم كتعرفوا بين المزدوجتين المأساة ديالو هذه. مات واحد التدوينة في الفيسبوك كيندد بها بواحد عملية التزوير، نقاط في المدرسة إلى آخره، وشكاية وكلمة ليك إلى آخره. حنا نتمنوا أن الأمور أنها تمشي في واحد الاتجاه ديال أنها ديبلوكا، لأن بالفعل حنا كاملين وبلال من الناس اللي الناس المخلصين للإنسان، وحنا في حاجة لبلال برا ماشي لداخل، في السجن. نتمنوا أن هذا البلوكاج هذا ولكن هذا البلوكاج اش كيبين؟ هذه من المسائل اللي هضرت فيها في الكتاب. كيبين بانه الان في هذه اللحظه اللي حنا جالسين هنا ان الدوله ما بقاتش كتقدر تحمل حتى كلمه، كان بوتي مو ما بقاش كتقدر. حنا دابا ونيلا حنا في هذه المرحله ديال الدوله ما بقاتش كتقدر تحمل حتى تدوينه اللي ما فيهاش تحريض على العنف، ما فيهاش تحريض على القتل، ما فيهاش تحريض على حمل السلاح، ما فيها حتى شي نقاش فكري تنديد بظاهره. ولكن انا كيبان لي الناس الان وصلوا لواحد المرحله ما بقاوش كيقدروا يتحملوا حتى واحد ان بوتي باراغراف، وهذا الشيء يؤشر على اننا ربما الان نحن في واحد انعطافات خطيره، وربما القادم اسوأ بكثير. ودابا الا سمحتوا نهضروا في هذه المساله هذه. علاش ضروري خاص التغيير في المغرب؟ ضروري خاص التغيير في المغرب لسبب بسيط جدا، وهذا الشيء راكم كتعرفوه ولكن مزيان اننا نذكروا به، وهو انه 70 عام ديال السياسات من 56 الان، 70 عام ديال خيارات معينه، التلفازه كيسميوها خيارات سياسات النماء والنمو والتنميه، ياك عرفوا على مصطفى العلوي، سياسات الحاكمه الرشيده، النماء النمو التنميه. لو ريزولتا شنو هو من بعد 70 عام؟ هو الان واحد النسق، واحد البلاد سميتها المغرب فيها هاد الخيارات هذه عطاتنا نسق اقتصادي اجتماعي الى اخره فيه شويه ديال الرابحين وبزاف د الخاسرين، تري بو دو غانيون اي بوكو دو بيردون. وانا بالنسبه لي هذا مشكل كبير. هذا نسق مفتوح على شي مصيبه غدا ولا من دابا 5 سنين الله اعلم. دونك هذا لو سيستيم هذا فيه تري بو دو غانيون بوكو دو بيردون، شويه ديال الرابحين وبزاف ديال الخاسرين. الان انا كيفاش كنشوف المغرب انه الان واحد البلاد ديال معادله 10-90، 10% ديال واحد الاقليه مغربيه جرات كل شيء اللي عندها، ياك جرات كل شيء من كدا 50 الان، جرات كل شيء اللي عندها وانعزلات على الاخرين وطلعت للسماء ولاحت لي زوط الاخرين 90% الاخرين لاحتهم من الجهه الاخرى ديال السور. كنسميه انا السور المغربي العظيم على وزن السور. راه كاين واحد السور كيطلع ومازال كيطلع، لاحتهم من الجهه الاخرى، وهذيك 10% هذاك الاقليه الاوليغارشيه اللي اون تران دو جيري الاخرين، تدبر ولا تحكم الاخرين
شي شويه ديال كنلوحوا لهم شويه ديال اللقط، شويه البطاطا، شويه حتى هذا الشيء هذا حتى هو ولا فيه المشاكل. كيدبروا هذوك 90% بشي شويه ديال الغيب، هذا الشيء اللي عطى الله، هذا الشيء المكاتب الى اخره، كيدبروا داك 90% بشي شويه ديال الركراكي ويديروا النيه والى اخره. كيدبروا هذوك 90% مجموعه ديال الاستراتيجيات اللي معروفه في الحقل ديال العلوم الاجتماعيه. دونك هذا بور موا سو سيستيم هذا ديال 10 90 ديال الصور ديال لابارتايد، انا ما نخافوش في الحقل ديال العلوم الاجتماعيه نستعملوا الكلمات اللي كتمشي نيشان للجدر ديال الشر. إليا ان ابارتايد ماروكان، كاين ابارتايد مغربي، كاين البويض وكاين الكحل. عقلت على لابارتايد في جنوب افريقيا، واحد الرباعه ديال البويض، واحد الرباعه مريضه ديال البويض كتشاد جنوب افريقيا حتى هي ياك، ولاحت الكحل 90% ديال الكحل لاحتهم في الجهه الاخرى ديال الصور. وراكم عارفين النظام ديال الابارتايد كيفاش كان خدام. البويض الكحل 10 90. انا كنظن الان حنا فضل واحد، انا ما عنديش مشكل نستعمل هذه الكلمه ديال الابارتايد. كاين 10% ديال البويض والاخرين كلهم كحل. واخا حنا هنا بويض، راه في العمق راه حنا كحل، هنا كنبانوا راسنا بويض، راه حنا كلنا هنا كحل. بمعنى لا بوزيسيون، نوتر بوزيسيون دون لو سيستيم، الموقع ديالنا في وسط النسق هو الموقع ديال الكحل في وسط النسق. نو سوم توس دي نوار، وفي الجهه الاخرى كاين البويض. دونك اوني دون زان ابارتايد. وهذا النسق هذا شنو هو المشكل؟ المشكل ديال هذا النسق بالنسبه لي هو ان هذوك البويض يعتقدون انهم يضبطون الاشياء. ياك فوالا ميشيل فوكو لو بانوبتيكون، يعني خدينا كلشي جرينا كلشي مزيان، ولكن حنا طلعنا للفوق. تعرفوا داك لو بانوبتيكون ديال فوكو في المؤسسات السجنيه كيكون داك شنو سميتها هذيك الفوق، وهذاك كيحضي ياك داك لو غارد، فوالا داك الحارس كيحضي، يعني الشاده والفاده. انا كنظن الان هذوك 10% البويض ديال النسق خدامين، انا كيبان ليا بلا تيوري ديال فوكو ديال حنا الفوق با بروبليم الشاده والفاده. ولكن لا اظن انه كيقول لك اللي كيحسب راسو كيشد له، لانه في هذه الاستراتيجيه البانوبتيكيه ديال التحكم والضبط المطلق، على الاقل هكا كيفاش كتعتقد الاقليه، كتعتقد انها ضابطه الحقول. عندنا المدرسه شادينها، عندنا الجامع شادين، وعندنا التلفازه شادينها، ياك شادين كلشي. لو بانوبتيكون ديال فوكو انا كيبان لي الناس قاريين شويه فوكو هذوك البويض كيبان لي راهم قاريين شي حوايج، راه يسون با، وكاينين فيهم شي وحدين اللي يسون تالمون بات في الحقيقه، كيديروا شي اغلاط. وكاينين اللي كيبان لي قاريين شي حوايج اساسيه في العلوم الاجتماعيه. اللي كيحسب كيشيك ليه، لان هذه الاستراتيجيه البانوبتيكيه الفوكويه ولا فوكولديان فاش كتبغي تضبط الى اخره، راه من حيث لا تدري فانك تخلق في الجهه الاخرى، كتخلق كتزيد البالون، كتزيد تكبر من الشروط ديال الاحتقان. داكوغ. اذا البويض عندهم الحسابات ديالهم، ولكن التاريخ عنده الحسابات ديالو. انا كيبان لي هذه الاستراتيجيه البانوبتيكيه هذه هي الفرضيه اللي كنقدم في الكتاب، خدمه نقيه للتاريخ. يعني في اللحظه اللي كنبغيو حنا 10% ديال البويض ونضبطوا كلشي، راه اون اون دو فيغ ان تري بون سيرفيس للتاريخ، كنديروا خدمه زوينه للتاريخ. راه هذاك الشيء ديال هيغال، داك المكر ديال التاريخ، يعني في اللحظه اللي كنقول انا راني شاد كلشي، راني خدام، كنخلق واحد الصيروره اللي كنكبر من الاحتقان، كنكبر من البالون، كنكبر. اذا هذا نسق قابل، علاش انا قلت لك خص التغيير، قابل للانفجار غدا ولا من دابا 5 سنين ولا. وهاد 10 90 هاد الابارتايد يستحيل انك تغطي عليه بداك الغيبيات ديال لا سافا مزيان الحمد لله، ولا تغطي عليه بالركراكي، ولا تغطي عليه بالنيه، ولا تغطي عليه. هذا سي ان كونسير، هذا سرطان، ما يمكنناش نغطيو عليه بالباراسيتامول الدوليبران. ما نديرش هنا الاشهار ديال الدوليبران، باش ما يقولوش راه دار الاشهار ديال الدوليبران.
لو كونسير لا يعالج به. هو الدوليبران كيسكيل في يهدئ مسكن، ولكن لو كونسير راه يكونتيني سا روت، كيكمل الطريق ديالو الميتاز. انا كيبان لي الان هذا الصور غادي كيطلع، هذا النسق غادي وبالتالي النهار اللي ما نعرفش اللي يقدر هذا النسق يتفجر، انا كنظن لن يكون فيه، ما يكون حتى شي واحد فيه رابح. وهنا الفرضيه الثانيه عندي في الكتاب، انا كنقول الان في هذه اللحظه اللي كنهضروا كاملين، من مصلحه المخزن هو اولا يكون التغيير، لان الانفجار غيدي ماشي الاخضر واليابس، اليابس واليابس، مابقاش الاخضر، اليابس واليابس. اذا الرهان انا بالنسبه لي سيدي حسن واحد النسخه مادام جاتك بخير، الرهان هو نحاولوا، انا جابيل ادعو الى عقد سياسي جديد، عقد سياسي اللي كلشي يكون فيه رابح. كيبان لي بسيطه، تو الموند اي غانيون. الوغ كيفاش عقد سياسي و تو الموند اي غانيون؟ انا غنهضر عليها من بعد. دونك انا بالنسبه لي الا بقينا في هذه الخيارات نقدروا نقولوها الابارتايديه، الا بقينا في هذا النسق ديال 10/90، الا بقينا في هذا النسق ديال بويض كحل، راه مساله ديال الوقت. وبالتالي لتفادي بحال اللي كنقول انا ديما الحيط، انهيار الهويه المحرقه، خاصنا كاملين نجلسوا، كاملين من مصلحه الجميع نجلسوا في الطبله عبر مثلا اليه ديال اون كونستيتيونت، مجلس تاسيسي بحال اللي كان في 62 مع المهدي بن بركه، واللي الحسن الثاني غيطلع للحكم ويسدو، ومشى دار الدستور ديال 62 ديال ديفيرجي. تعرفوا هذاك الفقيه الدستوري، الدستور اللي اسس المرحله الشموليه، هذاك الدستور ديال 62 ولا ما عرف 63 كنظن 62 ديال ديفيرجي. شكرا سيدي محمد. وبالتالي انا كيبان لي ليس لنا خيار، اما الا بقينا في هذا النسق ديال 10/90 ديال بويض كحل ديال الصور، رحنا غادي لشي مصيبه كبرى. وهذا النسق هذا وهذه المصيبه الحيط الهويه المحرقه راه ما يمكن يوقفها لا النيه لا الركراكي لا الدوليبرال، بيسكو سي ان كونسير. ان كونسير il lui faut une chirurgie radicale. السرطان راكم عارفين خصو الاجتثاث، خصو الاستئصال. الور كيف يمكن ان نستأصل هذا السرطان؟ عبر الجلوس. كلشي المغاربه يفهموا تو الموند دوا كومبروندر. نعرف ان الناس اللي في هذه القاعه راهم فاهمين هذا الشيء، ولكن ربما الناس اللي في الجهه الاخرى اللي فيهم شي وحدين ما عرفتش يفهموا بان من مصلحه الجميع اننا نجلسوا كاملين ونحاولوا نمشيو ربما في شي حاجه تاريخيه كبرى، نحاولوا نمشيو نحو تاسيس المجتمع اللي كلشي يكون فيه رابح، كلشي يكون فيه رابح. وشنو هي ان بون غوفرنمون؟ الحكومه الجيده في تقديري هي اللي كتخلق واحد النوع ديال النسق سياسي اقتصادي اجتماعي الى اخره، الذي يوفر الكرامه، الخبز، البطاطا، السينما، الفضاءات الخضراء لاكبر عدد ممكن من الناس. كاين شي تعريف لقيتو ديال الحكم الجيد، هو الحكم الذي يوفر، يلاه نقولوها، الذي يوفر السعاده. ايوا حرام، شنو هي السعاده؟ تلقى بطاطا مطيشه وليدات، كاين ان اسباس فيغ، ياك كاين واحد المركب ثقافي مصراعي. وعاد واش هادشي حرام؟ ماشي حرام. دونك الحكم الجيد هو الحكم الذي يوفر السعاده لاكبر عدد ممكن من الناس. باش نخرجوا من هذا النسق ديال 10/90 اللي غنسميه انا لو نيوليتيك. هذا العصر النيوليتيكي هو العصر ديال واحد اللحظه، واحد الجماعه ماركسيين منهم الان باديو حفروا مزيان في الجذور النيوليتيكيه ديال الراسماليه الكانيباليه دابا، ولكن هذا نقاش نقدروا نخليوه بوغ تو تالور الا سمحتوا. النيوليتيكي، العصر النيوليتيكي هي في واحد اللحظه واحد المجموعه ديال الناس لقاو راسهم هما اللي الفوق، شدوا كلشي ودخلنا للمجتمع الطبقي. صح، دخلنا شي الفوق وشي لتحت وفوالا. دونك باش نخرجوا من هذا النسق بويض كحل الصور الى اخره، باش نخرجوا من هذا النسق النيوليتيكي اللي نسق نسميوه ما بعد نيوليتيكي، ولا نسق كيفاش غنسميوه ما بعد نيوليتيكي؟ نسميوه نسق اشتراكي حليل وزوين. الوغ لا il faut
il faut vraiment quelque chose de très شي حاجه historique بحال اللي كيقول هيديغر شي حاجه ماشي تاريخيه هيستوريال كيقول هيديغر يعني شي حاجه التي تشكل حتى ألان باديو التي تشكل قطيعه معها. كاين ان باراديغم الان، كاينه منظومه، المنظومه ديال الصور ها هي كاينه. الحل هو القطيعه الراديكاليه مع المنظومه الصور. نمشيو للمنظومه اللي ماشي ديال الصور، ديال لي ليان، ديال الروابط، نخرجوا من الصور للروابط والعلاقات والتعبير البسيط ديال نسق ينتج الثوره ويوزعها بشكل عادل على الجميع. هذا باختصار هذه هي الفرضيه الكبرى ديال هذا الكتاب. هو الان راه فريمون اوني ديفون الوغ هيستوريال ديال هيديغر هي نديروا شي حاجه التي تشكل قطيعه، شي حاجه اللي باديو كيهضر على لو فيت اي ليفينمون، الحدث ولو فيت ما عرف نقولوا الواقعه ولا الوغ ان فيت هو واحد الحدث كيجي ولكن ينخرط في استمراريه معه. بحال دابا الاستراتيجيات كلها دابا ديال البويض في البلاد ديال غنديروا التنميه النموذج التنموي، هذه سي فات استمراريه، اعاده انتاج النسق ديال الصور ديال الحيط ديال بيض كحل الى اخره. لا النفو لا شي حاجه ما خصناش ان فات، ما خصناش شي حاجه اللي تعاود تنتج لنا تخربيق والى اخره. nous avons besoin d'un événement. un événement عند ألان باديو هو حدث ولكن يحقق الخروج. باديو يتحدث عن خروج راديكالي من داكوغ. كل ما تقترحه الان الاقليه البيضاء في البلاد هو كيبقى هذاك الشيء نموذج الاصلاحات كذا الجواهري نزيدوا في الفائده 0 اصلاحات جميع هذا الشيء كله يعيد انتاج الزمن النيوليتيكي، يعيد انتاج استراتيجيات الحيط، يعيد انتاج فوالا. دونك هذه هي الفرضيه الكبرى. الوغ الاليات الان كيفاش ممكن نحب نديروا القطيعه مع الباراديغم ديال كحل البيض. انا بالنسبه لي كاينه ثلاثه ديال الحوايج، ضروري خصنا نديروها. اولا راكم كتعرفوا بانه من 61 خليونا نبقاو غير في 61 واخا هي الامور شويه معقده. العروي كيمشي حتى القرن 19 الى غيزونس كيقول لك ان الجذور ديال المأساة المغربيه. وانا غنجبد العروي بعد قليل لانه كيقول عاوتاني شي حوايج الله يهديه ولكن كيقولوا ما يمطوش شي حوايج زوينين. كيقول لك بان هذا العصر هذا اللي حنا فيه، هذا النسق ديال 10 90 الى اخره، كيمشي كيقلب على الجذور ديالو في القرن 19 الى غيزون. هو كاين بعض المؤرخين بحال عبد الأحد السبتي اللي هو من الناس اللي كنعزهم بزاف في البلاد، كيمشيو يقلبوا على هاد البنيه ديال الصور، كيمشيو يقلبوا عليها مع المرينيين، لان المرينيين هما اللي حطوا داك الدوله بالمعنى اللي كنعرفوها دابا ديال المخزن والاخرين. صافي الاخرين هما الكحل. بقات كتاسس بشويه وخدات كي غنقولوا ليها خدات وي داخل عبد الأحد السبتي كيهضر مزيان على هاد المساله هذه. عبد الأحد السبتي اللي هو كان عميد ديال ظهر المهراز، ولكن انه كان عميد ديال ظهر المهراز كليه الادب لم يمنعه ابدا من انتاج اشياء فكريه جميله. وشي وحدين الله يهديهم غير كيطلعوا شي بوست كيبقاو وياه. الوغ شنو هي هاد ثلاثه ديال الاشياء باش انا كيبان لي النقاش هو اللي مهم. ثلاثه ديال الاشياء هو اولا شنو هي داك الورقه ديجا انا كتبت بواحد سميتو فواحد الرحله وهاد البوله الله يهديه المره الجايه نديروا بوله مزيانه. كتعرفوا انه من 61 الان دخلنا في واحد الصيروره ديال الندب. المهم صانع القرار من 61 الان دخل في واحد الصيروره ديال التخلص من الدوله. من الاخر التخلص من الدوله. فوالا النتيجه هي ما نراه الان كتبان لكم كاينه شي دوله الان الناس كيديروا ما بغاو وسالينا بوان. ما كايناش الدوله وراه اوليد براسو خرج
يقول لك اودي ما كايناش الدوله، كاينه مافيا انقضت على الدوله وتوجه الدوله لخدمه اجندتها المافيوزيه. سي تري غراف، سي تري غراف، تري غراف. ولكن هذا المسلسل راه بدا من 61 بدا كيبان لينا حنا اللي بغينا نحكموا في 61، راكم عرفتوا شكون هما حنا ديال 61. بدا كيبان لنا ان باش نحكموا خصنا نحيدوا الدوله ونفتحوا الباب للمنطق ديال لا الدوله، ديال الغابه، ديال التليفون. الو اعطيه، الو ما تعطيش، الو عكلو، الو ديه للحبس. دونك لا بروميير شوز افير في تقديري هو استعاده الدوله من قبضه المافيا. دابا لا يمكن فعل اي شيء والدوله في قبضه المافيا. امبوسيبل دو فير كوا كو سوا دابا بالنسبه لي. دونك الحاجه الاولى هو استعاده الدوله من يد المافيا ولا حتى السوق. المافيا والسوق، انا بالنسبه كنكتب مافيا وكندير سلاش. السوق هاد بجوج هادو راه عرفتي واحد الحب والعشق بيناتهم، ياك المافيا والسوق. ويلي على حب داكشي عظيم عظيم. دونك لا بروميير شوز هي اولا استعاده، خاص ترجع الدوله، خاص ترجع المؤسسات. المساله الثانيه هي الديمقراطيه. ولكن الديمقراطيه هنا كنعطيها واحد لاكسبسيون، واحد المعنى دقيق جدا. ان تحكم ديمقراطيا هي ان تحكم انطلاقا من حاجيات الناس وليس من انطلاقا من حاجيات المافيا. صافا؟ بالنسبه لي الان نحن نحكم انطلاقا ولا ندبر البلاد انطلاقا من حاجيات المافيا. شبغى هذا، شبغى هذا، عطي هذا، عطي الاخر الى اخره. اون دودون. الوغ شنا هي الديمقراطيه؟ هو انك كتبدا تدبر او تدير البلاد انطلاقا من حاجيات الناس، اللي هي بطاطا مطيشه، شنو قلنا، مدرسه جيده، سبيطار مزيان، فضاء اخضر، مركب ثقافي للوليدات. وحتى لينا اخر عرض مسرحي شفتوه ما تكون شي 40 عام هذه ولا 20 عام، فين اخر عرض، اخر فيلم شفتوه في قاعه مسرحيه؟ سالا هذا ما عرفتش. كتبغي تخرج غير من الدار، كنبغي مثلا دابا انا نخرج غير بنتي الصغيره كتلف، ياك ما كاينش فين تمشي ولا فين تجي ولا. دونك لا دوزيام شوز هي تدبير ديمقراطي للبلاد. تدبير ديمقراطي يعني تدبير انطلاقا من الحاجيات ديال الناس وليس من الحاجيات ديال هذوك البويض. والمساله الثالثه هو ثوره اقتصاديه. لان المغرب الان راه خارج التاريخ. المغرب كيدير واحد البي بي، واحد الناتج خام تافه، واحد 100 مليار دولار في العام ولا 110. سامسونج لو شيفر دافير ديالها شي 500 ولا 600 مليار، بمعنى سامسونج كدير 6 المرات اكثر من الناتج الخام ديال المغرب. شنو القراءه ديال هاد الجوج ديال سميتو اللي ما يمكن لها تكون الا قراءه جيو استراتيجيه، جيو بوليتيك. دابا كاين جوج ديال الحوايج، الى جوج ديال الشروط باش تدخل للتاريخ، باش تدخل للقرن 21. دابا اولا لا بوم تكون عندك القنبله، ياك الا قربتي اخويا، ياك لا بوم واهم من القنبله، اهم بكثير من القنبله، لان حتى الوزن الجيوبوليتيكي ديال السلاح تراجع في العالم. نعطي ان اكزومبل بكوبا. كوبا في السبعينات كان لها وصل اشعاعها حتى لقلب الادغال الافريقيه، ياك كاسترو كان مصيفط الارمي ديالو بارتو دون لو موند، القوه العسكريه كان عندها. دابا ها هي كوبا تراجعت. الانجليز ها هي قوه نوويه، ولكن القوه الانجليزه سي ان بو بارتيكولي، لانهم هذوك الشاد ديال المراكز شادين شي حوايج هذوك خطيره، هما ولي زاميريكان لي بنك الماليه هذوك. ولكن عموما القوه العسكريه تراجعت لصالح معطى اخر اللي هو القوه الاقتصاديه. داكوغ، هي تايوان قد هكا وسير هضر معاها. لا الا دابا الا طلعتي للسما ولحتي قنبله على تايوان سي فاسيل، لي زاميريكان يبو فيغ سا، يقدروا يطلعوا، ولا سنغافور ولا ماليزيا باي ما يقدروش، لان تايوان دابا داخله في وسط كي كنقولوا في وسط الاقتصاد العالمي، في وسط الاقتصاد. هي اللي كتصاوب هذه وهذه السيمنس، وكتصاوب البي ام، اعلم الله الا ضربتي تايوان طاح الاقتصاد العالمي. دونك هنا دينا انا كيبان لي هذا هو التحول، نقدروا نقولوا الاونطولوجي، راه يسمحوا لي الاخوان ديال الفلسفه هنا،
التحول اونطولوجي الكبير هو خرجنا من عصر القوة العسكرية لعصر القوة التكنولوجية. دونك عندك جوج الحوايج الا بغيتي تدخل دابا للتاريخ. اولا لا بومب، واهم من القنبله اقتصاد ولا ذو محتوى تكنولوجي عالي، اون ايكونومي ا او كونتوني تكنولوجيك. اقتصاد بمعنى خصك تكون ان بروديكتور تكنولوجيك. باش غدير بلاصتك دابا في العالم؟ قول لي الله يخليك. هنا جو في اون ديستينكسيون، انا غنسالي هذه يا مدام اللي سمحتي لي، الله يكثر خيرك، طولت شويه. انا عندي واحد لا بتيت بونسي، نقدروا نسميوها واحد لا بتيت فيلوزوفي ديال التاريخ. انا بالنسبه لي اللي مهم الان ماشي التاريخ ولكن الجغرافيا. انا غنحاول نشرحها في واحد الدقيقه. كاينه دول الان عندها تاريخ طويل، المغرب، مصر، ياك 1000 عام 2000، واش درتي به؟ لا، سي با ليستوار. وكاينه دول اللي ما عندهاش تاريخ، بانت غير البارح، هي اللي شاده العالم، بحال لي زيتازوني دامريكا عندها شي تاريخ، وعندها تاريخ موسخ ديال الذبيحه والاقتلاع الى اخره. بون ولكن من الناحيه الزمنيه والو غير البارح بانوا لي زالمون حتى دابا، حتى مع بيسمارك مثلا، فرنسا حتى لهنا. بون بمعنى ان الان انا بالنسبه لي ماشي التاريخ هو اللي مهم، هو الجغرافيا. شنو هي لا جيوغرافيا؟ لا جيوغرافيا هو الان انا بالنسبه لي واش جوج ديال الاسئله كبرى. واش قادر انك دير قراءه اللعبه الان الجيوسياسيه للعالم؟ ياك دابا العالم كومون سا مارش، الناس دابا كيتضاربوا باش ولكن باش كيتضاربوا هذا هو اللي مهم، كيتضاربوا بلوتي تكنولوجيك، بلوتي ايكونوميك، ماشي بشي حاجه. لي شينوا داخلين افريقيا بلوتي تكنولوجيك، ماشي بشي حاجه اخرى. داكور؟ واش قادر تفهم بانه دابا راه كاينه طريقه واحده باش تموقع في اللعبه الدوليه، هي انك تكون عندك اقتصاد ذي محتوى تكنولوجي عالي؟ بمعنى خاص راه ماشي التاريخ اللي مهم، ولكن ماشي فكر تاريخي ولكن فكر جغرافي، اون بونسي جيوغرافيك ولا جيوبوليتيك. واش قادر تموقع الان في وسط اللعبه دابا يكون عندك تاريخ 7000 عام ولا دابا الان القوه ما بقاتش كتخاد من ليستوار ولا من الغيب ولا من التكاشط ولا من الكعب غزال ولا 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 لا 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 القوه الان ولات كتخاد من الجغرافيا، من القدره ديالك انك تموقع في اللعبه الحاليه. ودابا الان العالم كيف ما كتعرفوا تحول الى حقل، ان ايمون شون دو باتاي، حقل هائل ديال الاقتتالات. ودابا في اخباركم غير هذه واحد 50 عام كانت الاتحاد السوفيتي والامريكان دابا تو الموند فو سا بار، دابا كلشي باغي لابار ديالو من الكامله، ياك كلشي باغي ينتف، تايوان باغا تنتف، والناس فهموها دابا. سي لا بونسي جيوغرافيك، سيكون عندك فكر جغرافي قادر انك تموقع مع في وسط الغوال ديال العالم. المغرب علاش قلت قبيله الى خارج التاريخ؟ خارج التاريخ لان دار واحد الخيار استراتيجي من 61، اختار المغرب ان يبقى خارج التاريخ، اختار يبقى في وسط داكشي اللي كنعرفوه كيتسمى بلا ديفيزيون انترناسيونال دو ترافاي، التقسيم الدولي للعمل. شنو هو التقسيم الدولي للعمل ببساطه؟ تشوف لا فرنسا مولاي الامريكان، نتوما فو فيت لو موند، ديروا العالم، ديروا ليكونومي، ديروا، وحنا هنا الا بغيتو شي شويه ديال الخماسه العبيد المواليد والميلاد. دونك ديجا في 56 في اكس ليبان اختارينا ما ندخلوش للتاريخ، اختاريناه وحنا مازالين. انا كيبان لي المغرب ديال 2023 هو المغرب ديال 56. حنا الان على عتبه مازال لا مارش، ها هو التاريخ حنا واقفين. وعلاش واقفين؟ لان اختارنا ما ندخلوش، ماشي هذيك الهضره الخاويه ديال العربي ديال المغرب جزيره دايرين بيه راه ما غيخليوكش. ما كاينش ما غيخليوكش، كاين واش انت باغي ولا ما باغيش. الدليل ها هما ناس دخلوا غير البارح، هما البارح غير دخلوا للتاريخ غير البارح، مشاو فهموا. غنعاود واحد النكته. في 73 منظمه الزراعه العالميه داروا اجتماع باش يشوفوا الوضع ديال الماكله في العالم، داروا ان بون رابور، داروا واحد التقرير شويه ايجابي ديال المجاعه رجعات في العالم بفضل التطور ديال الفلاحه وديال الصناعه الزراعيه والى اخره. الا واحد البلاصه في العالم قالوا لا شين دوله متخلفه، هادشي في 73، دوله متخلفه جدا ومليار ديال عباد الله. دونك لا شين قالوا في لو رابور ديال لا فاو ديال منظمه الزراعه والتغذيه، قالوا هذيك لا شين يمكن غتوقع فيها شي مصيبه كبرى.
ولكن اللي ما شافوش الناس ديال لافاو هو في هذيك الوقيته الحزب الشيوعي الصيني خدا قرار باش يدخلوا للتاريخ، ودخلوا للتاريخ. خدا قرار انه قال لك اودي هاد لاشين ما غتبقاش ان دوسيي سيغ اون طابل، لان الصين كانت دوسي فوق واحد الطبله كيبغيو يلعبوا بها هادو لي جابوني. تعقلوا لي جابوني، لي جابوني لي زونغلي قبل منهم، الافيون الحشيش، من بعد لي زاميريكان، من بعد ستالين. بون لاشين الحزب الشيوعي الصيني فهم بانه خصنا نخرجوا من الزمن ديال الصين سلاش ملف فوق طاوله الكبار للصين كفاعل مع الكبار، ومشاو فيها. دابا حنا المغرب الان في 2023 نو سوم ان دوسي سيغ اون طابل، حنا ملف فوق طاوله الكبار. المغرب الله يرحمه السي عبد اللطيف حسني مول وجهة نظر كان دار واحد العدد تاريخي سماه المغرب ولا الزمن المغربي المتجمد. قال لك حنا في اون 1912 ماشي 1912 قبل شويه. تعقلوا المغرب ديال الاخر ديال القرن 19 كان ملفا فوق طاوله الكبار وخدامين. دابا جوج ديال القطوط كيتلاقاو شي فويا قراو ياك من هنا ومن هنا ومن هنا. الان nous sommes un dossier sur une table. Je crois que c'est très grave. راه شوف راه الناس جالسين فرنسا، شوف المانيا حتى هي كتقول لك صبعي تما، فرنسا صبعي تما، الاسبان صبعي تما، اسرائيل صبعي تما. انا كيبان ليا حنا الان لم نعي خطوره المرحله. راه غير الناس مازال ما تفاهم، راه النهار اللي يتفاهموا ما نعرف نو سوم ان دوسي سيغ اون طابل. الوغ باش نخرجوا من هذا الوضع الانفجاري خاصنا قال لك ما ينفع لك ما يحك لك ظهرك الا بيان سور. يعني خصنا نرجعوا الطيف ديال عبد الله ابراهيم الله يرحمه، خصنا نرجعوا للمشروع ديال عبد الله ابراهيم ديال تاسيس كيان قوي من الداخل، باش قوي بالمؤسسات اللي قلت الدوله والديمقراطيه والثوره الاقتصاديه. وشكرا على الانصات ديالكم.